يحكي لي ابني اللي هو شغال في جوجل، بيقول لي يا بابا جوجل ده عالم غريب جدا غير العالم كله. احكي لي يا ابني فيه ايه؟ هو في المكتب بتاع سان فرانسيسكو. يقول لي في بوفيه شغال 24 ساعة في تقريبا كل أكل العالم، يعني بيعملوا حسابهم نظرا لأنهم عندهم ناس شغالين من جنسيات عديدة، فبتلاقي الأكل بتاع الجنسيات دي موجود. يعني الصيني موجود، الأكل الياباني موجود، الأكل الهندي موجود، الأكل الإيطالي موجود، الفيجيتيريان موجود، كل حاجة موجودة. ده ما يخص الأكل، يعني بيحاولوا يوفروا لهم بيئة غذائية، يعني بيهتموا بالمهندس. يعني هقول لك الحكاية جاية ازاي. قال طب ما ده عادي خالص، ايه يعني؟ طب ما الفيسبوك عنده برضو نظام بوفيه برضو تقريبا 24 ساعة، بس مش بنفس الحجم بتاع جوجل برضو. اما امازون فعنده بوفيه برضو لكن مش 24 ساعة. يعني ايه الغريب في كده؟ ايه الجديد بقى؟ قال لك الجديد ان عندهم مكان زي عنبر كده، مكان كبير قوي عشان المهندسين تنام. يعني ايه تنام يا ابني؟ قال لك انت زهقت من الشغل، حسيت ان انت تعبان، محتاج راحة، تدخل تنام لك ساعة اتنين زي ما انت عايز، وترجع تشتغل وقت ما انت عاوز. نسيت اقول ان مفيش حاجة اسمها حضور وانصراف وتحضر في الوقت الفلاني وتمضي وتخرج وبتاع. العملية كلها قائمة يا جدعان على موضوع الانتاج او موضوع تيمز، يعني فرق. بيعمل التيم ده الشركة مطلوب انه يعمل حاجة معينة في الشركة. يعمل مثلا ده جزء بتاع الاعلانات، وده جزء بتاع الهوستنج، وده جزء بتاع كل تيم له تخصص معين. فالتيم ده بيقوم على الحاجة اللي مطلوبة منه وبيقسمها. انت يا فلان هتعمل الجزء الفلاني، وانت يا فلان هتعمل الجزء العلاني، وانت التاني، وفي الاخر تروح لما على بعضها. اهم حاجة انت بقى تعمل اللي تعمله. انت عليك جزء معين عايز تعمله، ولازم تخلصه وقت ما انت عايز بقى، يعني في مدة زمنية محددة. تخلصه في يوم، تخلصه في 2، تخلصه في 3، على حسب ما انت بتعمل. ونظرا لان ده شغل قائم على العقل، فالجماعة يعني صعب جدا يا جدعان ان احنا نتعامل مع العقول بطريقة العادية خالص اللي هي معروفة في التعامل مع الآخرين. العقل ده ما تعرفش امتى هيبتكر، وما تعرفش امتى. يعني بتبقى قاعد كده وتروح جاي لك الفكرة او الحل لموضوع معين، بتطلع بيه على طول. وبالتالي ما ينفعش ان انت تقيده ب ب ب بقوانين وحضور وانصراف وما الى ذلك. ده راح مرجعني على طول. على فكرة ابني ده لسه طالب ما تخرجش، يعني شغال في جوجل وهو طالب. ودي مسألة تانية، لأن جوجل ده مفرخة مهندسين لنفسه وللآخرين. كذلك فيسبوك، وكذلك أمازون على فكرة. الفيسبوك مفرخة مهندسين لنفسه وللآخرين برضو. والامازون كذلك. ازاي بقى؟ يعني ايه؟ فبيروحوا هم الجامعات مثلا، بيعملوا هم مسابقات في الجامعات، وياخدوا النخب، الناس الشطار اللي في كل جامعة، يعينوهم يشغلوهم في فترة الصيف. لما هو بيشتغل في فترة الصيف بيديله طبعا مرتب يعني بيعتبر رمزي، لا يقارن بمرتب المهندسين التانيين. وبالنسبة للعيلة أو الأب، يعني الأب والأم أولياء الأمور، بيعتبر بيج ريليف، يعني موضوع يعني بيساعدهم كتير جدا، لأن التويشن اللي هي المصاريف الدراسية صعبة قوي. هي مش صعبة، يعني هي بتتوقف على حالتك المادية. أنت لو حالتك المادية كويسة جدا، يعني مش هتاخد فاينانشال ايدز، يبقى انسى بقى ما شاء الله. يعني في حدود لو بتدرس هندسة مثلا، بتتكلم على حسبة $100,000 $120,000 في السنة.
لو الحدود بتاعك الانكم بتاعك ميديوم، يبقى هتقدر تاخد شويه فاينانشال ايدز زنطتين او جرانتس يعني، وبالتالي ممكن 60 70. فالمبلغ اللي الطالب ده بياخده من جوجل لما بيشتغل او من فيسبوك او من امازون بيساعد اهله في المصاريف كتير يعني. ده بيرجعني الى المهندس المصري بقى. مش هقدر اللي في دماغي مش هقدر اخلصه في حلقة واحدة او في فيديو واحد، وبالتالي هضطر ان انا اعيده، قصدي اعمل له جزء تاني. المهندس المصري بتاعنا بيتخرج يا من جامعة حكومية يا من جامعة خاصة. المهندس اللي بيتخرج من جامعة حكومية بيتخرج على درجة المهندس اللي هو اتخرج من أمريكا من 25 سنة فاتت، مع القياس كمان إنه تعليم أي كلام كمان، يعني يا ريته بيطلع زي المهندس اللي هو اتخرج من 25 سنة فاتت، لا. فإذا مستوى المهندس الخريج الجامعة الحكومية هو مستوى مهندس الأمريكي أقل بكتير طبعا، كمان لأن نسبة نوعية التعليم مختلفة، أقل بكتير اللي اتخرج من 25 سنة فاتت. هقول لكم ليه دلوقتي. أما خريج الجامعة الخاصة بقى فده انسى، ما ينفعش إطلاقا، وظلم كبير قوي 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 ان احنا نقول عليه مهندس اساسه. على فكره انا بتكلم على مهندسين الكمبيوتر، وبشكل خاص السوفت وير انجينيرز اللي هم مهندسين البرمجه، سوفت وير انجينيرز. على فكره السوفت وير انجينيرز انا في رايي انه اهم من اي حاجه في الدنيا دي كلها، اهم من اي مهندس واي دكتور واي حاجه في الدنيا دي كلها، لان دماغه بيعمل لك المليارات في نو تايم. يعني تخيل انت مثلا المهندس اللي عمل الفيسبوك كده، والمهندس اللي عمل امازون، والمهندس يعني الناس دي طلعت حاجات بتتكلم على قلاع. يعني مثلا انت عارف كويس قوي ان ميزانيه جوجل قد ميزانيه مصر مثلا كام؟ والله ما انا عارف، 100 مره مثلا، اكتر من كده بكتير قوي. ليه المهندس المصري بيتخرج في مستوى المهندس الامريكي اللي من 25 سنه ويا ريته بيتخرج بيها كمان؟ اللي سبب في كده 2: السادات والسيسي. السادات عمل خطيئة التوزيع الجغرافي في الجامعات، والسيسي عمل خطيئة الجامعات الخاصة. هل الجامعات الخاصة خطيئة يعني هو نظام غلط أساسا؟ إطلاقا، بالعكس، النظام صحيح 100%، ولكن مش في ظروف مصر ومش بالطريقة اللي اتطبق بيها في مصر. دي بقى اللي هنناقشها الحلقة اللي جاية. الحلقة دي هنناقشها في الجماعة اللي هم بتاع خريجين المدارس الجامعات الحكومية. عشان تعرف مستوى الخريج لازم تعرف مستوى أو طريقة الدكتور اللي بيدرسه. أنا هديك مثال يعني يومية من يوميات دكتور جامعة مثلا بيدرس في لسه جامعة عين شمس مثلا. قبل ما أقول الحتة دي أنا هتكلم على التوزيع الجغرافي. التوزيع الجغرافي يا جدعان، أنا كنت آخر واحد في مصر ادخل جامعه بالطريقه القديمه قبل ما يتطبق التوزيع الجغرافي، يعني اخر دفعه ما تطبقش عليها التوزيع الجغرافي. عشان كده رغم اني من بلد من الفلاحين من كفر شكر، الا اني تمكنت ان ادخل جامعه عين شمس. المهندس اللي اتخرج السنه اللي قصدي الطالب اللي اتخرج من ثانويه عامه، حتى لو اول الجمهوريه من بلدي اللي هي كفر شكر دي، دخل كلية هندسة شبرا. هندسة شبرا قد يكون وضعها اتحسن دلوقتي، وقد تكون أصبحت هندسة بجد، لكن في أيام ما أنا كنت بدخل فيها، قصدي في أيام زملائي أو في الجيل بتاعي، لا ترقى
لمدرسة صنايع، ثانوي صنايع. في الفترة دي هي اتحسنت بالتدريج. يعني سنة 76 هي أعتقد إن هي خدت أول دفعة، خدتها هي سنة 76. الجامعة ديت لا يعني لا ترقى لأنها تكون ثانوي صناعي. عندي مثال على سبيل المثال، يعني أنا كنت شغال في مصر، والمصنع اللي أنا كنت شغال فيه كان معايا خريج الجامعة دي. ورغم ان احنا بنتعامل مع البورد مثلا، بوردة فيها اي سيز وحاجات زي كده، يعني شغاله ببطاريات، يعني فولت دي سي و5 فولت كمان، الا اني فوجئت والراجل ده جاي عشان يعمل ترابل شوتنج في البورد ديت، بيلبس جوانتي وحاجات زي كده. فبقول له انت بتعمل ايه؟ قال لي انا بلبس جوانتي. قلت له يا ابني الجوانتي عشان ايه؟ ده انت بتتكلم على كارنت دي سي، يعني دايركت كارنت اساسا. ثانيا ده 5 فولت، يعني 5 فولت حجر البطاريه. يوم يرد علي يقول لي الامر ما يسلمش برضه يا باشمهندس، الامر ما يسلمش. قلت له هل الطالب ده ذنبه؟ قلت لك ان ده ممكن تكون اول الثانويه العامه وتروح تدخل هندسه شبرا لمجرد انك انت عايز تبقى مهندس بقى. ونفس الطريقه بيجي اللي هو بتاع الطب يروح يدخل الطب بنها. طبعا عشان تقول لي هندسه شبرا او طب بنها قياسا بالقاهره وعين شمس، لا. نيجي بقى للمهندس اللي هو قصدي الطالب اللي هو اقل منه في الدرجات كتير قوي، كتير قوي كمان، لمجرد التوزيع الجغرافي، اللي ساكن في القاهرة او في الجيزة او هنا او هنا. بتاع الجيزة دخل جامعة القاهرة، وبتاع القاهرة دخل جامعة عين شمس. طبعا مستوى التعليم في الجامعتين دول يختلف كلية عن مستوى التعليم. على فكرة أنا كنت بتكلم في العصر الفائت، يعني العصر بتاعي يختلف جدا عن مستوى التعليم جامعة الزقازيق مثلا، أو جامعة منوف، أو جامعة مش عارف إيه. طبعا تفرق كتير أوي 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 أوي. وهنا التعليم الأمريكاني قائم على كده، التعليم الأمريكاني قائم على الكواليتي. يعني مثلا أنت مجرد إنك أنت بتتخرج من جامعة هارفارد مثلا، معروف أنت مين وإزاي وإيه وليه، محدش بيتناقش فيها أساسا. مجرد انك انت متخرج من جامعه دوك، من جامعه ييل، من جامعه كورنيل، من الجامعات اللي هي مشهوره على العالم دي كلها، بتبقى. نتكلم بقى على يوميه الدكتور المصري اللي بيدرس للطالب الجامعه. الراجل ده بيصحى الصبح، يفطر بسرعه قوي قوي، ده اذا فطر، او يجيب سندوتش فول وطعميه ياكله وهو سايق عربيته رايح الشغل، ويروح على الشغل بقى يقضي المحاضرات بتاعته اللي مطلوبه. لو هو دكتور في جامعه عين شمس على سبيل المثال، بيقضي المحاضرات بتاعته اللي مطلوبه منه في الجامعه، وبيحاول دايما يكون عاملهم لممهم ورا بعض عشان يخلص المحاضره من هنا، يطلع جري عربيته عشان يروح يدرس، يدي محاضره في جامعه 6 اكتوبر مثلا. بعد ما يخلص جامعه 6 اكتوبر يروح جري عشان يروح يدي محاضره ثانيه في جامعه الجلاله اللي عملوها دي. انا بكلمكم على حياة دكتور حقيقي. يعني يروح بيته بقى منهك وطلعان عينه، يا دوب ياكل لقمتين وايه وجه دور الدروس الخصوصية. دروس خصوصية، الدكاترة بتدي دروس خصوصية، هذا ما لم نسمع به من قبل على قولة عمرو أديب. للأسف الدروس الخصوصية أصبحت سمة عصر في مصر، ودي مأساة ومهزلة في حد ذاتها. لو كانت هي مش مقبولة، بس لو بالفرض ان احنا قبلناها في دروس في الثانوية مثلا، لا يمكن تتقبل من دكتور جامعة لسبب بسيط. دكتور الجامعة في مصر هو كل حاجة، وفي العالم كله على فكرة هو كل حاجة. هو الراجل اللي بيدرس لك، هو الراجل اللي بيعمل لك المنهج، هو الراجل اللي بيدي لك الامتحان، هو اللي بيمتحنك، هو اللي بيصحح لك الامتحان بتاعك. محدش تاني بيشاركه في ان هو يعمل امتحان او يصحح امتحان. فاذا دكتور الجامعة لا يصح اطلاقا انه يكون بيدي دروس خصوصية. دي مهزلة لسبب بسيط جدا، ان احنا كلنا ادميين وكلنا ضعفاء.
فاصبح الطالب اللي بيروح ياخد درس خصوصي عند الدكتور بتاع الجامعه رايح هناك عشان ياخد الامتحان، او رايح هناك عشان ينجح. ده هو حتى مش لازم ياخد الامتحان، لانه مفيش حد بيراجع ورا دكتور الجامعه. كل واحد بيسقط اللي هو عاوزه، بيعمل اللي هو عايزه، وبتحصل كتيره جدا جدا. يعني لمجرد رغبه الدكتور بيسقط واحد، بينجح واحد، ما فيش حد بيحاسبه. ف كون ان دكتور الجامعه يدي درس خصوصي دي كارثه. نيجي بقى الراجل اللي هو صباح الصبح راح ادى محاضرات في عده جامعات مختلفه وطلعان وراجع منهك، وبعدين عمل دروس خصوصيه كمان. فاضل له قد ايه في اليوم عشان يبتدي يقرا او يعرف؟ انا بتكلم على دكتور الهندسه مثلا، بتكلم عليه فاضل له قد ايه يعرف عشان يعرف انهي اللغه الجديده اللي نزلت عشان يدرسها للطلبه بتاعته. لازم عشان يدرسها للطلبه لازم هو يدرسها. طب قول لي هيدرسها امتى؟ في الوقت ده. وبتكون بقى النتيجه ايه بقى؟ ان فوجئت ان ما زال حتى يومنا هذا الطالب بيدخل كليه الهندسه من هنا، اللي هو كمبيوتر ساينس، وحاسبات معلومات، الكلام اللي انتوا بتسموه ده كله، بتبص تلاقيه الدكتور بيدرس له في حاجه اسمها لغات. الكمبيوتر بيشتغل بلغات، فكله بيشتغل بلغه البي اتش دي. عشان كده تلاقي مهندسين مصر كلهم بتوع وورد بريس. الوورد بريس رغم انها اكتر المواقع اللي شغاله في العالم شغاله بالوورد بريس، لانها شغاله لسه على قديمه، ولكن انتهى تعليمها. يعني انا ولادي ما يعرفوش حاجه اسمها بي اتش بي، اللي هي لغه البي اتش بي دي، ما يعرفوهاش. يقول لي هو بي اتش بي ايه؟ ده احنا من حوالي 30 سنه ما فيش الكلام ده، ما يعرفوش عنها حاجه. يعني ابني بيعتبر جاهل بالنسبه للمهندس المصري في البي اتش بي اللي هي ملهاش لازمه اساسا. الطالب بيدخل الجامعه من هنا عشان يدرس له الدكتور، بيدرس له بلغه البي اتش بي اللي هي اوبسليت، اللي انا زي ما بقول لك انتهت من العالم، ملهاش اي قيمه. وبالتالي فرصته بقى ان هو على فكره انا لازم اقول ان من عجب العجاب ان انا فوجئت ان في موقع في مصر، هو الموقع الوحيد اللي انا اعرف عنه اللي شغال بروبي ان ريلز، لغه اللي هو موقع اطلب بتاع الاكل ده. اطلب عرفت ازاي؟ لان انا على احتكاك دايما مع مهندسين بتعامل معهم عشان يعملوا لي حاجات. فكان احد اللي انا تعاملته معهم كان واحد شغال في اطلب ده، وفوجئت انه شغال بي اتش بي وبيعرف بي اتش بي. ما اعرفش ازاي حصلت الحكايه دي، لكن المهندسين اللي بيتخرجوا كلهم على اطلاقهم ما بيتعلموش الا البي اتش بي اللي هي قلنا ما بطلت تعليمها في العالم من 25 او 30 سنه فاتت. ليه؟ لان الدكتور مش قادر يخش على اللغات الجديده. ما هيعرفها امتى وازاي؟ هيعرفها ويدرسها للطلبه ازاي؟ ما هو عشان يدرسها لازم يعرفها هو الاول. هيعرفها امتى وازاي؟ مفيش، يومه كله ورا اكل عيشه، فما ينفعش. رغم ان دكتور الجامعه ده يا جدعان المفروض انه يكون باحث، يعني ده يكون دماغ مش اكتر من كده. ما حكايه انه يجري عشان يميك ليفنج ديت عمليه صعبه قوي بصراحه. ده اللي بيخلي الطالب، وانا قلت ان الطالب معذور. اصبح احنا قدامنا طالب مضار بطريقتين اتنين. اول حاجه هي التوزيع الجغرافي العقيم الغبي اللي عمله السادات. الحاجه الثانيه النقص في الدكاتره. هو ليه نقص في الدكاتره؟ ليه الدكتور ده عمال يجري ويعمل هنا ويعمل هنا؟ لان احنا عملنا له مليون جامعه خاصه ما فيش ليها مدرسين، مليون جامعه خاصه وما فيش مدرسين يدرسوا فيها. فبتكون النتيجه ايه؟ ان خريج الجامعه الخاصه، اذا كنت انا بقول مهندس المدرسه الحكوميه او الهندسه الحكوميه خريج بالنسبه نص الطالب اللي اتخرج من هنا من 25 او 30 سنه فاتت، انا بقول ان بتاع المدرسه الخاصه ما عندوش اي فكره عن اي حاجه على الاطلاق. انا وده تعاملت معاهم، انا تعاملت عن تعامل لصيق. مهندسين الكمبيوتر اللي بيتخرجوا من المدارس الخاصه من الجامعات الخاصه لا يفقهوا شيء عن الكمبيوتر اكتر من اسمه.
بس خلصنا على كده. طب انت بتتكلم الكلام ده بتعرفنا؟ والله العظيم ثلاثة، العبد الفقير ده عنده الحل. وهقول لكم، قلت يعني المره الجايه بقى في الفيديو الجاي هتكلم عن المدارس الخاصه وازاي نحل مشكلتها وازاي اخليها احسن من المدارس الحكوميه، لان هم عندهم حريه اكتر في التصرف. يعني المدرسه الجامعه الخاصه ديت ممكن بمنتهى البساطه، بس بتفكير غير الصندوق، خارج الصندوق تماما، ان انا احولها الى جامعه جميله جدا واحسن كتير قوي من الجامعات الحكوميه، لانها غير مقيده. ثانيا ممكن بتصرف وتزود مصاريفها عادي خالص. انا اصرف واكلف وانت تدفع، عايز مش عايز، انت حر. اللي قادر وعايز على حكايه تقول لي يعني التعليم بالفلوس، اي روح امك بالفلوس. القاعده ان اي انسان يقدر يدرس مهما كان مجموعه، يعني انت مهما كان مجموعك تيجي امريكا هنا تدرس طب، اي بني ادم بيقدر يدرس طب. اقصى حاجه ان هو حتى لو الجريدز بتاعته ما هياش كويسه في الثانويه العامه، هو ما فيش طبعا جريدز، ما فيش حاجه اسمها تنسيق، مكتب تنسيق ولا في الكلام ده، بياخد حاجه اسمها بري ميد، بيقعد سنتين بري ميد. البري ميد طول السنتين دول بيأهلوه ان هو يدخل كليه الطب. فاي حد يقدر يدرس اي حاجه في اي حاجه باي مجموع، هو ده الصح مش الغلط. يعني انت بتقول لي التعليم الخاص الناس تدرس بفلوسها عادي ما دام قادر، الله ده ربنا عاوزه كده، ربنا خلقه قادر. ما معهوش مجموع كبير ماشي، بس هو الفرق ايه بقى؟ الفرق انه مش هيتخرج الا اذا كان فعلا عارف. ادخل باللي انت عايزه هنا، تعالى ادخل اللي انت عايزه، ادخل طب ماشي خلاص ماشي، وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ لو انت امكانياتك مش، عمرك ما هتتخرج من طب، بدنك عايش كنايم فيها. ليه؟ لأن في ليفلز، وعشان تعمل حاجة لازم تعدي حاجة، ومفيش محاباة ولا في غيره. الطريقة اللي أنا هقولها في حل طريقة التدريس في الجامعات الخاصة لا يمكن يحصل فيها محاباة، لأن مفيش فيها تدخل للعامل البشري. البلاوي كلها بتيجي من العامل البشري، البني آدم. أول ما تشغل بني آدم وتعتمد عليه، عشان كده الجامعات العامة عندنا برضو عمرها ما تتقدم، لأنها معتمدة تماما على العامل البشري. وعامل بشري مشغول. مشغول ليه؟ لأنه مطحون، لأنه عايز يعيش، ما هو عنده عياله برضو عايزين يتربوا وعايزين يدخلوا جامعات، ومنها بعض بيدخلوا جامعات خاصة وبيدفع، وعنده فهو معذور برضو، هو الكل معذور. فاذا الحل يا جماعه، وقلت قبل كده وفي ناس كتيره بتعتبرني مجنون، ده حل برضو للتعليم، التعليم العادي خالص، هو الذكاء الاصطناعي. يا جدعان، انا امبارح اختي كانت تعبانه جدا جدا، واضطريت اروح لها بالليل وقعدت معنا. رحنا هناك، طب نعمل ايه؟ يعني تخيل انت، طبعا ايقنا ان هي مش محتاجه انها تروح الامرجنسي روم، لان ايه، اللي عندها حاجه عرضيه ما هياش حاجه خطيره، مش زي المره اللي فاتت، مش قلب ولا حاجه، وبالتالي بمرور الوقت هتبتدي تتحسن. فاخدناها فرصه وجبنا تشات جي بي تي وقعدنا نتكلم معاه. طبعا انت عارف تشات جي بي تي بتقدر تتكلم معاه فويس. اول ما بتبتدي تكلم التشات جي بي تي فويس، بيعرف على طول انت منين، فيروح قايل لك تحب اتكلم معاك بالمصري كده، بالمصري مش بالعربي، لانه حتى كمان عارف اللغات كلها. يعني ايه يتكلم باللهجه المغربيه، اللهجه الجزائريه، اللهجه المصريه. فوجئت بان ولد مؤدب جدا جدا جدا، صوته جميل ورخيم، بيكلمنا بالمصري علشان ومن شاء وبتاع، ونفس الكلام مصري تماما. وقعدت تقعد تساله، تقول له طيب بنعاني من كذا، وايه الحكايه وايه الروايه؟ يقول لك اولا لازم تستشير طبيب، لكن اللي عندي اللي انا شايفه كذا كذا. مش بيدي لك بقى البريسكريبشن، يعني يقول لك اعمل، لا، يقول لك الحالات اللي زي دي بتحصل من كذا وكذا 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 وكذا. طب انت بتحس بايه؟ طب انت بيجي لك ايه تاني؟ طب انت مش الحاجات دي كلها، يقعد يفتح لك اسئله
عشان يشوف الاحتمالات تكون ممكن تكون جايه من ايه. فيقول لك انا اعتقد انك انت هتروح للدكتور، بس لما تروح للدكتور لازم تروح للدكتور، بس لما تروح للدكتور تقول له انا بيحصل لي كذا من كذا من كذا. طب يا دكتور ايه رايك في الحته الفلانيه؟ طب يا دكتور ايه رايك مش عارف ايه، عندي مشاكل في البنكرياس، عندي مشاكل السكر، لازم تذكر له انك عندك سكر، لازم تذكر له. الفكره كلها في طريقه التعامل يا ناس. بص، ما حسيتش للحظه ان انا بكلم كمبيوتر او انا بكلم برنامج صناعي. بتتكلم كاني بالظبط على التليفون مع بني ادم حقيقي في منتهى الذكاء والالمعيه طبعا. طب انا ليه ما استفدتش من كمان بالكلام ده كده في التدريس يا ناس؟ لان انا شفتها بنفسي وعملتها بنفسي. اكتر حلوه انسان دي تربوي ممكن تلاقيه، هتلاقيه هو بتاع الاي اي، بتاع الذكاء الاصطناعي. تربوي جدا جدا وصبره رهيب جدا. ومهما كان ذكاء الطفل تبص تلاقيه راح مظبط نفسه ونازل عشان يوصل لمستوى عقليه الطفل الصغير، ويبتدي يطلع بيه شويه بشويه بشويه بشويه. يعني احسن من احسن مدرس ممكن تلاقيه. ده بقى برضه هستخدمه في الجامعه. انا قلت اعمل الفيديو اللي فات بس انا حرقتها. في الجامعات الخاصه، الجامعات الخاصه تقدر تعين مدرس دكتور لكل طالب عن طريق الاي اي. وعلى فكره موجوده هنا في امريكا، هنا في معاهد كتير وجامعات كتيره اونلاين عادي. يعني وبيدرس وبياخد ودكتوراه اونلاين. ليه؟ انت ما هو اونلاين عمره ما بيعدي الا اذا كان يدرك ويتعلم الماده العلميه اللي هي مطلوبه لهذا الليفل، وما فيش فيها محاباه. فكونك تعدي الحته دي معناها ان انت عرفتها خلاص، انتهينا. لانه في اخر بتاع بيدي لك امتحان كويز انك انت مغطي الموضوع كله، ويتاكد ان انت فهمته تماما عن ظهر قلب، ينقلك للمرحله التاليه. ما عدتش في الاولاني مش هتعدي الثاني. فاذا لا خطوره خالص من ان انا اشغل. الخطوره في الجامعات الاهليه بقى، اللي هروح اخد عندك درس خصوصي وتنجحني، تديني الامتحان وتنجحني. كفايه كده النهارده. ازيك يا عمرو؟